السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده معانا فكره جميله جدا بسيطه سهله، نقدر نستخدمها كميداليه نعين فيها حاجتنا، سواء كان انتي تحطي فيها مثلا الفكه، تحطي فيها الايربودز، تحطي فيها زي ما انتي عايزه. ممكن تحطي فيها فلوسك وتعلقيها في الشنطه، او تحتفظي بيها كده جوه الشنطه بتاعتك وتعلقي فيها مفاتيحك. شوفي انتي حابه تستخدميها ازاي، ويا ريت لو عندكم اي افكار تانية لاستخدامها تكتبوا لنا في الكومنتات تحت. يلا بينا نبدأ مع بعض، بس قبل ما نبدأ أعرفكم عن نفسي. معكم سمر من قناة أفكار موري. أتمنى اشتراكك معايا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، والمشاركة مع الأصدقاء والحبايب عشان يستفيدوا معانا وعشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنبدأ أول حاجة الدايرة السحرية. هاخد لفة خيط واخد سلسلة، وبكده كونا الدايرة السحرية بتاعتنا. هطلع 3 سلاسل ارتفاع العمود، 1 2 3، لفة خيط، ندخل جوه الدايرة السحرية واقوم اخده منها لفة خيط. كده معايا 3 لفات على الابرة. هاخد لفة خيط اقفل 2 في 2، بكده كونت تاني عمود معايا باعتبار ال3 سلاسل دول اول عمود. لفة خيط وادخل تاني جوه الدايرة السحرية واكون تاني غرزة عمود. 2 سلسلة، 1 2، لفة خيط وانزل اكون تاني 3 غرزة عمود. 1 2، تالت عمود معايا في نفس الدايرة. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 سلسلة، لفة خيط وانزل تاني جوه الدايرة السحرية واكون تاني لتالت مرة 3 غرزة عمود. 1، بعد كده باخد 2 سلسلة، سلسلة، 2، لفة خيط وهنزل اكون اخر 3 عمود معايا جوه الدايرة السحرية. بعديها باخد 2 سلسلة، 1 2، وهنشد فتلة البداية دي بحيث ان انا اضم الدايرة بتاعتي في الاول. 1 2 3، تالت سلسلة معايا هدخل فيها واخد منها لفة خيط واسحبها من اللي على الابرة بغرزة منزلقة. بكده بكون كونت اول دور كده معايا بالشكل ده. هبدأ اطلع زي ما انا في نفس المكان، هطلع 3 سلسلة عشان اكون تاني دور. 1 2 3، لفة خيط، تاني عمود هيقابلني ده اللي انا مكوناه هطلع فوقيه بغرزة عمود. بعد كده هاخد لفة خيط والعمود اللي بعده هكون فوقيه غرزة عمود. لفة خيط وهاجي في الفراغ اللي هو الزاوية دي معايا هكون فيها 2 غرزة عمود. 1، لفة خيط، تاني غرزة عمود في الفراغ اللي هو بتاع الزاوية عشان ابدأ اكون زاوية بقى جديدة هنا كده معايا في الشكل ده. دي كده اول زاوية هكون فوقيها برضو زاوية. هاخد 2 سلسلة عشان نكون الزاوية بتاعتنا. 1 2، لفة خيط وانزل تاني في الفراغ ده معايا بتاع الزاوية، ادخل فيه تاني واخد منه لفة خيط واكون برضو 2 غرزة عمود. يعني انا في الزاوية بتاعتي دي بشتغل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. كده هناخد لفة خيط واجي على غرزة العمود اللي عليها الدور معايا دي هكون فوقيها غرزة عمود. لفة خيط، العمود اللي بعده هكون عليه غرزة عمود. لفة خيط، العمود التالت برضو هكون فوقيه غرزة عمود. لفة خيط هاجي على الزاوية اللي عليها الدور هنا كده معايا دي وبكون فيها 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود. ادي كده 1 لفة خيط، تاني عمود في الزاوية بتاعتي، 2 سلسلة، وارجع تاني في الزاوية برضو هياها واكون معاها كمان 2 عمود تانيين. 1 2، وبكده بكون كونت تاني زاوية كده معايا برضو بنفس الشكل كده معايا. هكمل الدور ده بقى كده كله بنفس النظام. الفراغ اللي هيقابلني اشتغل فيه 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، والعمود اللي يقابلني بشتغل فوقيه غرزة عمود. هكمله لغاية اخر الدور. بقى عند اخر زاوية هنا واكون فيها 2 عمود. 1 2 سلسلة،
لفة خيط وارجع تاني في نفس الفراغ ده برضو واكون فيها 2 عمود، 1 2. بعد كده هاجي هنا ارتفاع تالت سلسلة معايا وادخل فيها واخد منها لفة خيط واسحب منها بغرزة منزلقة، وبكده بكون قفلت تاني دور معايا بالشكل ده. نبدأ نطلع الدور الجديد، هنطلع 3 سلاسل، 1 2 3، ارتفاع العمود بتاعنا، لفة خيط، هاجي على العمود اللي بعده واكون عليه غرزة عمود، العمود اللي بعده غرزة عمود، والعمود اللي بعده برضو هشتغل عليه غرزة عمود. يعني بمعنى كده ان انا كل عمود من العمدان اللي انا شغلاها في الدور اللي قبل كده هشتغل فوقيها غرزة عمود بالشكل ده. بعد كده هناخد لفة خيط ونيجي في الزاوية برضو نفس الحكاية، هشتغل فيها 2 عمود، 1 2، بعد كده 2 سلسلة، 1 2 سلسلة، وارجع تاني في نفس المكان واكون 2 عمود تانيين، 1 2، لفة خيط، ومجموعة العمدان اللي مقابلاني دي هشتغل فوق كل عمود فيهم غرزة عمود. اشتغلت فوق كل عمود غرزة عمود، هاجي عند الزاوية نفس الحكاية برضو هياها، هشتغل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود جوه الزاوية بتاعتي، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود تاني في نفس المكان. بنفس النظام ده بقى كده هنمشي على المربع بتاعنا لغاية لما ارجع تاني لبداية الدور بتاعي. بقى لسه معانا دلوقتي، لسه اخر عمودين معايا، هشتغل فوق كل عمود فيهم غرزة عمود، ده عمود، والعمود اللي بعده برضو هشتغل فوقيه غرزة عمود. بعد كده سلسلة 2 3، هدخل في راس تالت سلسلة واخد منها لفة خيط واقفل منها بغرزة منزلقة واقوم اخده سلسلة، وبكده خلص المربع بتاعنا. ده كده شكل المربع بتاعنا معانا، تمام. وده كمان مربع تاني بنفس المقاسات بالظبط اشتغلناه. وبعد كده هنبدأ بقى نجيب المربعين مع بعض. ده ظهر الشغل بتاعي، هحط ظهر الشغل في ظهر الشغل كده بالشكل ده. هعمل اول حاجة عقدة البداية، هبدأ بقى اجيب كده معايا المربعين، دي زاوية اول مربع، وهدخل كمان في زاوية تاني مربع، بدخل في زاوية المربعين بالشكل ده. بعد كده هاخد لفة خيط واقفل عليها بغرزة منزلقة بحيث اثبت بس الغرزة بتاعة البداية معانا. هنبدأ بقى كده نوصل المربعين مع بعض. هدخل في راس اول عمود هنا، وراس اول عمود في المربع التاني الجنب التاني، بحيث ان انا الابرة بتاعتي كده داخلة في راس اول عمود هنا وراس اول عمود هنا، وهقوم اخده منها لفة خيط، معايا لفتين على الابرة، هاخد لفة خيط اقفل الاتنين بغرزة حشو. بعد كده ادخل في راس تاني عمود واشوف راس تاني عمود في المقابل بتاعها وادخل معاه برضو، واقوم اخده منه لفة خيط واطلع اكون عليه غرزة حشو، وهكذا ادخل في العمود اللي بعده والمقابل ليه من الجنب التاني بتاع المربع التاني، تمام، واكون عليهم غرزة حشو. هقفل المربع بتاعي كله كده بالشكل ده، كل عمود بالمقابل بتاعه واكون عليه غرزة حشو. هنيجي هنا كده بقى معايا اخر عمود اهو، وهنا برضو مقابله اخر عمود من المربع التاني، وهبدأ اوصلهم برضو بغرزة الحشو. هنا بقى كده معايا الزاوية بتاعتي، تمام. هدخل في الزاوية بتاعة المربعين في نفس الوقت، ادي زاوية اول مربع، وهدخل كمان في زاوية تاني مربع، وابدأ اشتغل فيها 3 غرزة حشو، 1 2 3. يبقى انا اشتغلت في الزاوية بتاعتي من جوه هنا 3 غرزة حشو. هبدأ بقى ارجع تاني، هاخد راس اول عمود هنا معايا وراس اول عمود من الجنب التاني من اللي هي الوحدة التانية، وابدأ برضو اقفل عليهم بغرزة حشو، العمود اللي بعده والمقابل ليه واقفلهم برضو بغرزة حشو. هكمل بقى بنفس النظام، همشي كل عمود بالمقابل ليه من الوحدة التانية
تمام. هوصلهم مع بعض الوحدتين، كل عمود هشتغل عليه غرزة حشو بالمقابل ليه، وهاجي عند الزوايا واشتغل فيها 3 غرزة حشو. اشتغلنا الجنب ده وهشتغل الجنب اللي تحت ده كمان، والجنب الناحية التانية، وهسيب الجنب اللي فوق ده مفتوح معايا. هشتغل هنيجي هنا على اخر زاوية معايا، هبدأ اخد فيها برضو معايا غرزة حشو. بعد كده هبدأ اطلع بقى دلوقتي معايا 15 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. حابه تكبري السلسله بتاعتك عن كده مفيش مشكله. انا هنا بالنسبه للشكل بتاعي عشان اشتغلت وركبت فيها اللي هي الميداليه بتاعتنا دي، فبالنسبه لي مش مطوله حلقه السلسله قوي. تمام. لكن انت لو انت عايزه توصلي الحلقه دي منها على طول للشنطه اللي انت هتحطي فيها او المكان اللي انت هتعلقيها فيها، ممكن تطولي السلسله دي وتعلقي منها على طول. كده هرجع تاني في الزاويه دي كده تاني معايا الفراغ ده، واكون تاني فيه غرزة حشو الناحيتين مع بعض، المربع الامامي والمربع الخلفي كده مقفولين كده مع بعض لغاية دلوقتي. هبدأ بقى دلوقتي اجي هنا كده هفصل المربع الامامي عن المربع الخلفي. هبدأ اشتغل في المربع اللي قدام بس واسيب المربع اللي ورا. هجيب كده اول عمود معايا هكون فوقيه غرزة حشو. تاني عمود معايا هشتغل في المربع اللي قدام بس، مش هشتغل في المربع اللي ورا، واكون فيهم غرزة حشو. كمل بقى كده فوق كل عمود من العمدان دي هشتغل عليه غرزة حشو. هنا عند الزاوية هنا كده وهشتغل فيها برضو 1 غرزة حشو. بعد كده هبدأ بقى اتنقل للمربع اللي ورا، هلف المربع بتاعي كده بالشكل ده. دي كانت فتلة البداية اللي انا بادئه بيها، هاخدها اداريها معايا او ممكن نداريها جوه الشغل بتاعنا بعد ما نخلص. ابدأ بقى اتنقل هنا كده للفراغ بتاع المربع اللي ورا ده، واكون اول حاجة فيه غرزة حشو. بعد كده هبدأ اطلع 3 سلسلة، 1 2 3، لفة خيط وانزل تاني في نفس الفراغ ده واكون تاني عمود معاه. يبقى انا كده عندي في الفراغ ده كونت فيه ارتفاع 3 سلاسل وبعد كده غرزة عمود. بعد كده هاخد سلسلة، لفة خيط، هنيجي عند اول عمود كده معايا ده واكون عليه غرزة عمود، لفة خيط، وفوق تاني عمود برضو هكون فوقيه غرزة عمود. بعد كده هاخد سلسلة، لفة خيط، هسيب العمود اللي عليه الدور وادخل في العمود اللي بعده واكون فيه عمود. انا سبت عمود مقابل السلسلة اللي انا اشتغلتها معايا من فوق. تمام. بعد كده الغرزة اللي بعدها هكون برضو فيها غرزة عمود، يبقى انا بكون كده معايا 2 غرزة عمود، بعدها باخد سلسلة. انا كونت ال2 عمود، سلسلة، لفة خيط، هسيب العمود اللي عليه الدور وادخل في اللي بعده واكون عليه غرزة عمود، لفة خيط، العمود اللي بعده برضو غرزة عمود. بعد كده هاخد سلسلة، لفة خيط، هسيب العمود اللي عليه الدور وادخل في اللي بعده واكون عليه غرزة عمود. بعد كده لفة خيط، واخر عمود معايا هكون برضو عليه غرزة عمود. بعد اخر عمودين دول هاخد برضو معايا سلسلة، اقوم اخده لفة خيط وانزل في الفراغ ده واكون فيه 2 غرزة عمود، 1، لفة خيط وانزل تاني في نفس الفراغ ده كده معايا واكون فيه تاني عمود. تمام. بكده لما نيجي نعد بقى كل عمودين من دول معايا بمجموعة، ادي 1 2 3 4 5 6. الشغل بتاعي بقى كده الجنب التاني، وابدأ اتنقل في راس العمود الاولاني ده، هاخد منه لفة خيط واتنقل بغرزة منزلقة. العمود اللي بعده هاخد لفة خيط واتنقل منه برضو بغرزة منزلقة. بعد كده هاجي في الفراغ ده بقى كده، اول فراغ يقابلني هاخد منه لفة خيط واطلع برضو غرزة منزلقة. بكده انا اتنقلت لغاية اول فراغ معايا. بعد كده هقوم طالعة 3 سلاسل ارتفاع العمود، 1 2 3، لفة خيط وانزل تاني في نفس الفراغ ده واكون معاها عمود تاني. بعد كده سلسلة، لفة خيط، واتنقل على الفراغ اللي بعده. العمدان خلاص مش هشتغل عليها، هشتغل في الفراغ واشتغل فيه غرزتين عمود، 1 2. بعد كده غرزة سلسلة، لفة خيط، واشتغل في الفراغ اللي عليه الدور غرزتين عمود، 1
2 كده سلسلة، لفة خيط واتنقل على الفراغ اللي بعده واكون فيه 2 عمود. بنفس النظام ده بقى همشي الدور بتاعي. سلسلة، اخر فراغ معايا في المجاميع دي واكون فيه 2 عمود. هلف الشغل الجنب التاني، هبص اتلاقى بقى معايا كام مجموعة. بقى معايا 5 مجموعات، 1 2 3 4 5. بكام فراغ في النص؟ ب4 فراغات، 1 2 3 4. ال4 فراغات دول هو اللي انا هشتغل فيهم العمودين اللي احنا بنشتغلهم. هفضل بقى كده بالنظام ده. اول حاجة هتنقل بغرزة منزلقة لغاية لما اتنقل للفراغ الاولاني ده. وصلنا للفراغ هتنقل برضو فيه بغرزة منزلقة. بعد كده هطلع ب3 سلسلة، لفة خيط وانزل معاه في نفس الفراغ واكون تاني عمود معاه. سلسلة، لفة خيط واتنقل للفراغ اللي بعده. همشي بقى بنفس النظام ده كده. كل فراغ من الفراغات هشتغل فيها 2 عمود، بعد كده سلسلة. انا معايا 3 فراغات هعملهم. بعد كده هنيجي في الفراغ اللي هي هيبقى لسه معايا 2 بس ونشوف هنعمل ايه. معايا الاتنين دول. هبدأ بقى الف الشغل بتاعي الجنب التاني كده واطلع معايا ب5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وهقوم جاي هنا هعدي كل دول مش هشتغل فيهم. هاجي في اخر واحدة دي اللي هي كانوا اول 3 سلاسل انا طالعه بيهم الدور ده، وهندخل فيهم واسحب منهم لفة خيط واقفل بغرزة منزلقة. بعد كده سلسلة. وبكده خلصت الشغل بتاعنا كده خلاص. نجيب دلوقتي ابرة التنظيف كده وصلنا فيها فتلة من الخيط بنفس اللون، وفي اخرها هنا كده من الاخر عملنا فيها عقدة كده بحيث ان هي تمسك معايا في الخيط بتاعي من جوه. واجي كده هنا معايا في بداية اخر عمود هنا كده معايا ده، وابدأ اسحب الخيط بتاعي. وبعد كده هاخد لفة خيط كده اهو بحيث ابقى لفة حوالين الخيط بتاعي في الحتة دي، بحيث اثبت الخيط بتاعي بس كده بحيث ما يفكش مني. بعد كده هنبدأ نجيب خرزة، زرار، اي حاجة زي ما انت عايزة، وهبدأ اركبها كده معايا. كده خلصت معانا بالشكل ده اهو. اقدر بقى اقفلها معايا بالشكل ده كده جميلة كده. نقدر بقى نستخدمها معانا سواء احنا عايزين نحط فيها الفضة بتاعتنا بالشكل ده كده معايا تمام، ونقفلها معايا بحيث ان هي تتعلق معانا في الشنطة من بره حتى كده، او ان احنا نحتفظ بالايربودز معايا كده بالشكل ده. او ممكن تكبري الحجم بتاعها شوية ونعملها كمان جراب للموبايل. كده خلصت الفكرة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركة مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. كان معاكم سمر من قناة افكار موري. مع السلامة.